السلام عليكم. النهاردة هنعمل أكلة جميلة جدا. مفيش سفرة في العزومات بتخلى منها، وهي اللحمة الباردة أو الروستو أو عرق التريبيانكو. وهقول لكم النهاردة الفرق ما بين التريبيانكو وعرق الفليتو. بس ما تنسونيش لايك واشتراك في القناة وتعليق كده جميل منكم علشان خاطر ترفعوا لي الفيديو وتشجعوني. التريبيانكو بتبقى اللحمة فيها لونها روز شوية، وبتبقى يعني العرق بتاعها مليان وتخين شوية، غير عرق الفليتو بيبقى رفيع اكتر رفعا، وبيبقى اللحمة بتاعته غامقة، بيبقى لحمته حلوة جدا جدا الفليتو على فكرة، وبيتعمل منها حاجات كتير. اما التريبيانكو اللي هي الروستو بيتعمل منها اللحمة الباردة. شايفين طالعة دايبة ازاي؟ طبعا الفليتو والتريبيانكو الاتنين من اغلى انواع اللحمه. اغلى حته بتبقى في العجل يعني. انا جبتها حوالي كيلو وربع، القطعه دي حوالي كيلو وربع، هي نص، تعتبر نص العرق. طلعت كيلو وربع. طبعا لما نجيبها نلفها كويس جدا 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 بايدك، تلفيها قوي بالعرض وبالطول وتضغطي عليها جدا. طبعا اللحمه البارده مفيش سفره في العزومات بتخلى منها، يعني لازم طبق اساسي في اي عزومه هي اللحمه البارده. طبعا هي حاجه بصراحه، هي بتبقى حاجه جميله جدا وبتبقى مشرفه يعني. طبعا انا هنا ربطت كويس قوي قوي، من اليمين ومن الشمال وبالطول وبالعرض القطعه. وبعد كده جبت توم، وتنغزي كده فيها وتفتحي فيها علشان تحطي التوم جواها. وطبعا يا ريت تعملي اللحمه دي تعمليها قبلها بيوم، يعني انا هبيتها في التلاجة 12 ساعه، اتبلها واعملها بالليل واشتغل فيها، ادخلها الفرن بتاعي تاني يوم. طبعا هتحطي بقى التوم كويس في كل حتت كده، في كل حته فيه. وهنبدأ بقى نجيب التوابل. أول حاجة جبناها ملح، فلفل أسمر، جنزبيل، شطة، بهارات لحمة. التتبيلة دي كلها هنلف بيها مع البواقي اللي فاضلة معاكي من راس الثوم، هتلفي بيها اللحمة كويس، تبليها كويس، دخلي فيها التوابل حلوة قوي. وطبعا هتحطيها في التلاجة تبيتيها بقى لتاني يوم عندك، لازم تقعد في تتبيلتها دي حبة كويسين. وبعد كده هتيجي تطلعيها عشان تعمليها، هتعملي لها لازم صدمة على النار، حتة زبدة، مش زيت خالص، حتة زبدة او سمنة بلدي، وهتحطي فيها اللحمة وهتديها تقليبة، صدمة، تديها صدمة كده على النار لغاية اما تحمريها من كل الجوانب بتاعتها. طبعا معروف اي لحمه لازم بنديها صدمه، خصوصا لما تكون لحمه هتعمليها مثلا هتدخليها الفرن، علشان خاطر هي اللحمه لازم تاخد الصدمه دي كده الاول عشان خاطر تستوي صح. انا لفيتها اهو لغايه اما احمرت من كل الجوانب. وبعد كده هروح بقى اجهز الصينيه بتاعتي والخضروات اللي انا هحطها معاها. جبت بقى بطاطس صغيره، بصل قرمه صغير، جزر، فلفل، توم برضو، وحطيته. انا حبيت ان انا احطه سليم كنوع من التغيير، وكمان علشان خاطر الصينيه دي هتاخد وقت طويل في الفرن حوالي ساعتين، يبقى انا عندي الخضروات بتاعتي ما اتهرتش. وبرضو براحتك، يعني عايز تقطعيها قطعيها، ممكن تقطعيها نصين، كل البطاطسية نصين، بصلاية نصين، براحتك. انا حبيت كده. وهتحطي في الصينية دي كوبايتين مية، وطبعا هترشي برضو رشة ملح ورشة فلفل اسمر على الخضروات دي. وهتكوني مجهزة ورق الزبدة، لو ورق الزبدة تعمليه على 4، لو كان صغير اعملي 4 طبقات، ولو كان كبير اتنيها على 4.
علشان عايزاها تكتم تماما البخار جوه اللحمه. وتلفيها كمان لفه بالايه، بورقه الفويل جامد جدا جدا، ما تسيبيهاش نفس خالص، ما تسيبيلهاش نفس. هتدخليها الفرن مش تفتحي عليها قبل ساعه ونص، مش هتفتحي عليها، هي هتاخد ساعتين بالظبط، هتاخد ساعتين. عايزه تبصي عليها بعد ساعه، بصي عليها من الجنب كده الورب كده، لو محتاجه ميه حطيها. سبتها بقى في الفرن وبدات ان انا اعمل الرز اللي بالخضروات اللي انا هقدمه معاها. حمرت بصلايه، وجبت الجزر والبزله كمان عطيتهم لفه مع البصله، وبهرت بقى الايه الخضروات دي. جنزبيل، قرفه، هحط قرفه دلوقتي، عيدان، فلفل اسمر، 7 بهارات، جنزبيل، الحاجات دي كلها هحطها، و اديها لفه كمان. ورقه لورا، وكمان وحدتين حبهان، حطيت كمان جوز الطيب برضو، حطيت كمان بابريكا. كل البهارات، انا بحط بهارات كتير جدا 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 في الرز ده. طبعا الرز البسمتي هيكون منقوع قبلها بنص ساعه ومتصفي كويس. بعد ما غسلته كويس ونقعته نص ساعه صفيته كويس، وجيت بقى في الوقت ده جيت حطيته، واديله برضو لفه كويسه كده على النار مع الخضار بتاعي، الفه كويس جدا. واكون في الوقت ده بغلي الميه. انا حطيت كوبايتين رز، بغلي لهم دلوقتي 3 كوبايات ميه. كوبايتين الرز البسمتي بياخدوا 3 كوبايات ميه. طبعا الملح انا نسيته فهحطه دلوقتي. طبعا لازم الرز في الوضع ده لازم تلفيه شويه على النار حلوين كده، عشان كل البهارات تدخل وتتوغل جوه الرز. حطيت بقى الملح. طبعا الملح ده يعني حسب ذوقك انتي، وانتي اللي بتظبطيه، مش بالمقدار. بعد كده اكون بقى غاليه الميه، واحط الميه واغطي عليه، وبعد ما يشرب الميه بتاعته احطه على الشياطه وتسيبيه لغايه اما يستوي. تكون طبعا اللحمه خلصناها وهنقدم. هنشوف دلوقتي احنا هنطلعها. نغطي عليها بقى ونسيبها تستوي. ادي الرز بعد ما طلع، حطيته في طبق التقديم بتاعي، وهركنه بقى على جنبه. وهطلع لك دلوقتي الايه الصينيه اللي فيها اللحمه البارده، وانا حبيت ان انا افتح عليها قدامكم اهي. انا اسفه على البخار اللي طلع على الكاميرا، بس انا حبيت اوريكي ان انا لسه مطلعاها من النار فعلا اهي. استوت الحمد لله كويس جدا. وهبدا ان انا اقص الخيوط اللي انا عاملاها واطلعها واشيلها. وبعد كده قطعتها. تقطعيها بسكينه حاميه هتبصي تلاقيها بتتقطع بسرعه. بس ليه انا بقول لك سكينه حاميه؟ عشان بتبقى مستويه جدا جدا جدا، ما تفرولش منك. قطعتها وحطيتها في طبق التقديم بتاعي مع الرز اللي بالخضار، الرز البسمتي بالخضار، حاجه كده في منتهى الشياكه والجمال. وهحط كمان الخضروات اللي انا كنت حطاها في الصينيه بتاعتها اللي استوت وخدت سواها معاها. وتقدميها بقى بالطريقه اللي تريحك. عايز تقطعيهم قطعيهم، عايز تحطيهم كده سلام براحتك. اي طريقه من طرق التقديم تنفع. اهم حاجه اللحمه انها تكون بالطريقه وبالجمال ده. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسونيش لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك في القناة، ويا ريت تشيروا الفيديو لو عجبكم، وتشجعوني بتعليق جميل كده منكم. ولو في حاجة ما عجبتكمش يا ريت اشوفها في التعليقات وهرد عليكم. وكل سنة وانتم طيبين، والى اللقاء في أكلة ووصفة جديدة من طبخة ووصفة وأكلة.